هذا حتى أنت تقول به. لا، ليس على إطلاقه. لأنه شرط مشروط إذا استلزم. طيب إذا استلزم، لكن ما الذي بلغه الله يعني فيه عن الأئمة؟ لا، هو الأئمة لهم التقدير والاحترام والحب. لكن أقول إذا استلزم. أنا أقدمها بين يديك وقد عرضت في قناة المستقلة واشتهرت. أيضا فتوى أخرى وسحبت من موقع السيد السيستاني. كل ما خالف مذهب الإمامية الاثنى عشرية فهو باطل. يعني في سؤال على الإباضية، يعني نحن لن نعود. طيب أنا أستأذنكما لأتلقى هذا الاتصال. أنا أؤكد أنه إذا استلزم أي موقف، ليس فقط هذه المسألة، تكذيب ما جاء عن الله، تكذيب، فالكفر على استلزام التكذيب وليس على حسب. لا، بس في قاعدة، ما الذي بلغه الله عز وجل أو جاءنا عن الله سبحانه وتعالى في مسألة الأئمة؟ ما هناك يعني إذا كان محل نقاش إذا لا يكون محل تكفير. يعني إذا كان الأصل مختلف عليه فلا يكون الأصل المختلف عليه نتيجة الاتفاق على الكفر. يا شيخ سعد أرجوك يا شيخ حسن، لا نريد أيضا مستقلة ولا نريد اتجاه معاكس. دعوني أتلقى في هذا المداخلة الهاتفية من الدكتور محمد السعيدي. حياك الله دكتور محمد، أنت أيضا محسوب على صقور السلفية في موضوع في إبداء آرائي، فلا يظن أحد أنني غاضب وأنا أسرع في الكلام. طيب فأقول إن الشيخ حسن صفار وفقه الله ذكر أنه لم يدرس في الحوزات في إيران كتابا يذكر تحريف القرآن أو تكفير السنة، فأقول إذن هو لم يدرس الكليني ولم يدرس مصابيح الأنوار ولم يدرس من لا يحضره الفقيه، وهذه من أمهات كتب الشيعة. لا تدرس في الحوزات. أنا أقول إننا نحتاج من الناشطين في مجال الدعوة إلى التعايش من إخواننا الشيعة إلى بيان حقيقي وصريح لموقف واضح من التراث الشيعي الذي لا يبعث على الطمأنينة ولا الثقة. وما ذكره الشيخ الصفار قبل قليل من أن جماهير الشيعة لا يكفرون الصحابة وأن تكفير الصحابة رأي قليل من علمائهم، هذا القول من الشيخ الصفار لا يصب في جانب المصارحة، لأن المعلوم أن الأصل عند الاثني عشرية هو تكفير الصحابة. وانظر مثالا لذلك، هذا القول لم نجتمع معهم يعني أهل السنة على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في الأنوار النعمانية. قال المجلسي أيضا: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى، وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم. هذا في بحار الأنوار. ومن التراث الشيعي الذي لا يبعث على الطمأنينة، وذلك يحتاج إلى نقد صريح وبراءة واضحة. من أمثلته ما رواه ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكنني أتقي عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. هذا في علل الشرائع. وذكر هذه الرواية الحر العاملي في وسائل الشيعة ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. دكتور محمد، دعني أكمل الله بارك فيك، سأنتهي إلى النقاط جميع ما تريد. قال الشيخ حسن آل عصفور: أخبارهم يعني الأئمة عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنية، ولا كلام في أن المراد بالناصبة فيهم هم أهل السنن. هذا قاله في المحاسن النفسانية. طيب المهم أن الأقوال في ذلك كثيرة. دعني أصل إلى يا حبيبنا، هذا الكلام استفاض به الحديث في قناة المستقلة، لكن أنا أود أن أسألك هنا على موضوع التعايش. يا أخي الكريم، سمعت ما قاله خادم الحرمين الشريفين وبدأنا الحلقة في موضوع التعايش. هل تؤيد يعني مسألة التعايش أم لا تؤيدها؟ يا أخي الكريم، خلينا يكون الحديث منساق. الإخوة قبل قليل قالوا إن الوقت لم يعد يسعفنا، وإذا استغرقنا في هذه التفاصيل لن ننتهي. لا، لأن هناك شبهات ذكرت لا بد أن ترد يا أخ عبد العزيز. قالوا إن الشيعة هم المستهدفون بالتكفير. إذن ماذا يقول عن قول الإمام الخميني: غيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين، فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم
بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. هذا قاله في المكاسب المحرمة. نحتاج إلى مثل هذه المقولات إلى مواجهة صريحة، فلا يقال إن الشيعة مستهدفون بالتكفير. هناك تكفير، وأنا إن أحببت يا أخ عبد العزيز أورد لك الخوئي مثلا يقول في تكفيرنا، وهو من أئمة الشيعة المعاصرين، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته، بل لا شك في كفره، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، ويدل عليه قوله عليه السلام: ومن جحدكم فهو كافر. يا دكتور محمد والله استمعنا إلى كثير منها، ويعني بشكل كبير استفاض بها الحديث في تسألني عن التعايش. أنا أريد أن أسألك في صلب موضوع الحلقة هنا يا أبا إبراهيم، يعني مطروح موضوع التعايش. نعم. هل ترى أن هذا التعايش قائم وموجود أم ليس موجودا، ويحتاج من الإخوة الدعاة والعقلاء والفضلاء أن يتبادروا إليه ويبلوروه؟ طيب جميل. أقول إن هناك خطأ في التقدير لدى طلاب العلم الشرعي من أهل السنة ممن يتحدثون عن التعايش مع الشيعة. يتمثل هذا الخطأ في الحديث عن حقوق المواطنة، وأعتقد أن حقوق المواطنة إنما تطالب بها الدولة أو من يمثل الدولة، ولا يطالب بها طلاب العلم الشرعي، وهي ليست مطالبات مقتصرة على الشيعة وحسب، بل إن الكثير من السنة من أبناء الأطراف لا تزال لهم مثل هذه المطالبات، ومحل مناقشتها ليس طلاب العلم الشرعي بل الدولة. أما طلاب العلم الشرعي فينبغي أن يتخصصوا في الحديث عن حقوق المبتدع، ما هي في الشريعة الإسلامية، وما هو المنصوص منها، وما هو محل الاجتهاد، لأنهم إن تخصصوا في هذا الأمر فسوف يبدعون، وسوف يقدمون للشيعة شيئا كثيرا يستطيعونه حقا، ألا وهو الحكم الشرعي. وهنا يعني أو هذا يدعونا إلى أن لا تنسينا دعوات التعايش عن أن التوصيف العلمي للتراث الشرعي للشيعة هو كونهم مبتدعة، حتى يثبتوا لنا هم عكس ذلك. ولن يكون هذا الإثبات إلا بترسيخ فكرة المناقشة حول العقائد وأصول المذاهب التي نسمع الكثير لا سيما من طلاب العلم الشيعة من ينادي بإغلاقها. أمر آخر هو أننا إذا سلمنا لبعضنا أن حقوق المواطنة مهمة الدولة لأنها المسؤولة عنها سياسيا وعمليا عن مقدرات الوطن وأنظمته، فإننا سنجد أن التعايش أمر واقع من قبل السنة والشيعة قبل أن تأتي هذه الدعوات. فها هي المدن السنية والشيعية تعج بالمواطنين الشيعة، ولهم فيها نخيلهم ومحالهم التجارية وعلاقاتهم الأسرية، ولم يوجد من السنة ما يكدرها من منطلقات مذهبية. قد يوجد منطلقات أخرى لكن ليست مذهبية. وأثني على ما ذكره الأخ المداخل قبل قليل، وإن كان ذكر أن الأحساء أكثريتها شيعة وهذه محل ملاحظة، ما ذكره الأخ المداخل عن أن التعايش هو الأصل في الأحساء. نعم قد توجد أخطاء في التعامل، لكنها لا تخرج عن الأمر الطبيعي الذي نجده بين طبقات المجتمع السني نفسه، والذي يعاني من مشكلات في الطبقية النسبية والحساسية المناطقية. يعني نحتاج الحقيقة إلى أشياء كثيرة من الإخوة القائمين في هذه العملية، عملية التعايش. فقضية وصم السنة بأنهم هم الذين يكفرون الشيعة والغفلة عن التراث الشيعي، هذا من الأمور التي لا تدعو إلى الثقة بالمطالبين بالتعايش. نعم. أريد أيضا أن أدعو الأخ حسن الصفار بارك الله فيه أن يعني يبين لنا ما معنى قول بعض الشيعة في يوم عاشوراء يا لثارات الحسين، وممن هذه الثارات؟ ألم يمت يزيد وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد منذ قرون؟ فممن الثأر يا ترى؟ مع العلم أننا نشاهد هذه التعازي ونسمع مثل هذه الأقوال وهي بحضرة علماء شيعة، وأنا شخصيا يعني لم أسمع من أحد من علماء الشيعة إنكارها. أنا أدعوك دكتور محمد أن تستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ حسن الصفار، نقطتين ربما استلمتها من مداخلة الدكتور محمد السعيدي. التراث الشيعي يعني يحتاج إلى غربلة جديدة ونقد صريح. أنت قلت أنهم لا يكفرون الصحابة، ومعظم الكتب تعج بهذا التكفير. في الواقع أنا أؤمن بأن التراث الإسلامي كله، التراث السني والشيعي، يحتاج إلى مراجعة، وليس فقط التراث الشيعي. لا يستطيع أحد أن يبرئ التراث السني أيضا إذا أخذنا كل التراث، يعني كل كتب الحديث وكل كتب الفتاوى وكل كتب التفسير،
نعم. هي الأخرى أيضا ليس كل ما ورد فيها صحيح. نعم. ولذلك هناك صحاح معينة فقط. نعم. وما عداها قابل للأخذ والرد والنقد. نعم. تراث الشيعة وتراث السنة يحتاج بالفعل إلى تمحيص وإلى غربلة. لكنني آخذ على كثير من إخواننا أهل السنة كيف يتوجهون إلى بعض السلبيات في التراث الشيعي ويغضون الطرف عن كثير من الإيجابيات الموجودة فيه.